إلى سيادة الرئيس السوري أحمد الشرع. أما بعد، فأما عن تخفيض أسعار الجوازات، بتمنى حضرتك تراجع حالك لأن الموضوع بده مراجعة. يعني من 800 دولار ل 400 دولار، ومن 300 دولار ل 200 دولار، ومن مليونين لمليون و600 ليرة سوري. يعني جواز سفر سوري ما بدخلك على ولا محل، من أصعب الجوازات بالتفييز بالعالم، من أسوأ 3 جوازات حول العالم من كل الجنسيات. ليه جواز السفر اللي هو عبارة عن ورقات غالي لهالدرجة؟ يعني انتم حابين تمصوا دم المواطن السوري مرة تانية مثل ما كانت تعمل حكومة الشرع الأسد عم تعمل انتم حضرتك نفسه؟ يعني بدكم تمولوا الدولة عن طريق هالجوازات. الجواز السفر السنغافوري اللي انتم كتير بتحبوا تستمدوا تجربتكم منه حقه 53 دولار. جواز السفر الماليزي سعره 43 دولار. جواز سفر ألمانيا سعره 50 دولار. جواز سفر السويد اللي بدخلك على 193 دولة سعره قريب ال 50 دولار. جواز سفر تركيا ل5 سنوات سعره 200 دولار. جواز سفر الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني عندهم جيش بيحركوه مشان المواطنين تبعهم، 165 دولار ل10 سنين. طيب جواز سفر قطر اللي بدخلك كومة بلدان ب100، وطبعا دخل المواطن القطري بيختلف كتير، يعني ب137. جواز سفر الإمارات العربية المتحدة ب150. جواز سفر مصر ب165 ل7 سنين. جواز سفر لبنان ب200 دولار. يعني نحن العراق ب200 دولار 8 سنين. فنحن عدم مؤاخذة ايش في بجواز سفرنا خرج ندفع عليها التكلفة الباهظة، علما انه المواطن السوري اللي محتاج جواز سفر حاليا هو عالق دول جوار او دول غير جوار، مثلا على الان ممكن يكون بالسعوديه، معه يدفع ما معه يدفع كفالته على الان باربيل مثلا. في ناس عايشه بالامارات، طلاب عايشين مع بعضهم، في ناس موظفين عايشين عندهم ببيت صغير بس كرمال يوفروا لقمة العيش. هي العائلات الكبيرة مع أطفالها كيف تجيبوا هالمبلغ؟ يعني أنا ما عم بحكي على الناس اللي عم بتطلع جوازات سفر، حتى اللي عايشين بالاتحاد الأوروبي. بتعرف إنه في ناس عايشة على المساعدات الاجتماعية ودخل الشهري كله على بعضه بعد ما ياخذوا منه الأجار ما بيصفي 400 دولار. فأنا بعتقد إنه بعد سيادتك يعني يفترض أنت وزير الداخلية ووزير الخارجية تقعدوا تشوفوا وتنزلوا جواز سفر لما يتماشى مع حاجة المواطن، وينزلوا جوازات سفر لمرة واحدة مجانية. يعني أنت فيك ترجع على بلدك ببلاش، هاي تطلع لكل المواطنين السوريين فور فري مجانا، لأنه عيب هذا اللي عم تعملوه.